أهلا، أنا شمع حسام. أهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو شوية مختلف، حابة أكلمكم فيه عن شهر يناير والأحداث اللي حصلت فيه، لأنه كان فيه حاجات كتير جدا. ولكن مش عارفة ليه حاسة كلمة أحداث شوية كبيرة، بتدي إيحاء إن أنا لفيت العالم. أتمنى ذلك يوما ما أكيد، ولكن اللي أنا أقصده إني بقيت بصحى بدري، قادرة أستثمر يومي بشكل كويس الحمد لله. كمان ببقى عايزة أصور، ولكن في عدة عوامل بتمنعني من ده، وكنت كلمتكم في فيديو كامل عن الموضوع ده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. ولكن خليني أذكر لكم منهم 3. أول حاجة مساحة الموبايل، علشان أقدر أصور لازم أصور الفيديو، أمنتجه، أرفعه، أمسحه، وأرجع أعيد الكرة من تاني. كذلك مكان التصوير ببقى مترددة قوي، هصور فين، ازاي، مش عارف ايه، وهكذا. رقم 3 الضوضاء الخارجية، انه لما باجي اصور على مدار اليوم تحديدا بالنهار بيبقى في دوشة، والفترة اللي فاتت كان العمال شغالين، فما كنتش عارفة اصور خالص. الموضوع كان صعب شويتين يعني. فكل اللي كنت بعمله ان انا برفع لكم في فيديوهات انا كنت بالفعل مصورها، لكن اتمنى ان الوضع يتحسن في المستقبل. وانه انا حاليا بصور من الاوضة زي ما انتوا شايفين. حبيت اختار الإضاءة دي، وأتمنى الموضوع يبقى ظابط وألذ بالنسبة ليكم. بفكر الفترة دي إن أنا أصور برا البيت، ولكن عشان أقدر أعمل كده بعيدا عن الضوضاء الخارجية محتاجة إني أصور تقريبا من 6 الصبح. مش عارفة هل الموضوع ده هيظبط في المستقبل ولا لأ، ولكن أنا استقريت على الوضعية دي، وأتمنى إنه الموضوع يبقى الحاجة اللي حصلت معايا بعد كده وكانت فارقة جدا في حياتي، وهو موضوع الكتابة، اللي هو من تخطيط من تدوين للسنة الجديدة، عشان أعرف مدى مستوى التغيير في الفترة اللي جاية، ولأني حابة أتحرك بخطوات أسرع شوية عن السنة اللي فاتت، وأكون مواكبة كل الأحداث أول بأول. مش حابة يبقى عليا تراكمات وتسويف وكلام من ده. رقم 5 وبعد 5 سنين من التخطيط قررت أغير خطتي من إني أخطط بشكل سنوي للتخطيط بشكل ربع سنوي. خليني أوضح لكم ليه. الفكرة بكل بساطة لأني بحب البدايات قوي، ودايما بكون متحمسة ليها، وتقريبا كلنا كده. ففكرت ازاي ممكن أسيطر على الوضع الخاص بحماس البدايات، وأستفيد من السنة، وأقدر أشتغل فيها بشكل مرتب ومنظم أكتر، ويبقى عندي بدل البداية 4. علشان كده قررت إنه يكون ربع سنوي مش سنوي. فبمعنى أدق مخي يفكر إن الوقت قليل، فمحتاجة أنجز، أشتغل، وهكذا. لأنه لو حطيت الخطة على مدى بعيد مخي هيقولي انه لسه في وقت، إيه المشكلة لما ناخد بريك، إيه المشكلة لما نأجل، خليها بكرة. وبكرة مش بيجي، أو بيجي في الوقت الضايع. رقم 6 وعلشان ألتزم بالخطة وأقدر أحقق أهدافي للسنة قررت إني أصاحب الورقة والقلم. أنا عارفة إن دي حاجة مش جديدة بالنسبة لي، ولكن حابة بس إني أطور من العلاقة ما بيني وما بين الورقة والقلم. كذلك أضفت صفحة للتخطيط السنة دي ما كنتش أضفتها أثناء ما بخطط معاكم، وده لأنه كتير وقت بنخطط لحاجات وبيبقى في أشياء مستجدة في الرحلة عادي. والصفحة دي هي قراراتي لسنة 2025. مثلا 1 الالتزام بيوتيوب، 2 ممنوع الصرف في الكماليات، 3 السفر. أو قرار زي ما قلت قبل الالتزام بالتخطيط الربع سنوي. أي قرار تاخدوه أو أي هدف تكتبوه اكتبوا الغاية من ده، لأنه بجد هيفرق معاكم جدا. خليني أذكر لكم أمثلة للغاية. على سبيل المثال أنا حابة ألتزم بيوتيوب. ليه؟ رقم 1 علشان تعم الفايدة والمعلومة اللي جاتلي ما تقفش عندي. مش خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولا ايه؟ المقصود بالقرآن هنا أي علم نافع زي البودكاست، كورسات، التدريبات، وهكذا. ومن البودكاست اللي أنصحكم بيها بودكاست أين المشكلة. هسيب لكم لينك القناة في صندوق الوصف، تقدروا تروحوا تشيكوا عليه عشان الموضوع هيفرق معاكم جدا. أو زي قناتي اللي بتعلمه بحاول أطبقه معاكم هنا عشان أشجعكم إن انتوا كمان تشتغلوا. ولكن هدفي بكل بساطة إني أشارككم أهدافي، مخططاتي، حياتي بأسلوبي، إنه يلا نعمل كذا علشان أشجعكم انتوا كمان. 2 لأنه كمان اكتشفت مع مرور الوقت إني بحب صناعة المحتوى جدا. عندي العديد من الهوايات، ولكن صناعة المحتوى هي الهواية الأقرب لقلبي واللي ببقى ممتنة ليها جدا وأنا بعملها. 3 لأني حابة أكون في وسط مجتمع شبهي مهتم بنفس الاهتمامات اللي أنا بحبها ومهتمة بيها، زي تطوير الذات،
إن كان من خلال القراءة أو سماع بودكاست أو غيره. كذلك أنا بحب أجرب حاجات جديدة ليها علاقة بالأعمال اليدوية أو غيره، أو حتى زيارة مكان جديد. فكذلك اللي هيبقى بيتابع محتوايا إذن هو مهتم بنفس الحاجات اللي أنا مهتمة بيها وهو حابب يجرب ده. فكذلك أنا حابة الناس اللي شبهي، الناس حابة أكون علاقات حتى ولو كانت من وراء الشاشة، في لغة تواصل ما بيني وما بين الناس دي حتى لو من خلال الكومنتات أو المسجات اللي بتبعتوها على انستجرام. رقم 8 بالنسبة للقراءات، فبدأت بقراءة رواية عدوي اللدود بعد ما خلصت صاحب الظل الطويل مباشرة، وقرأت فيها عدد لا بأس به من الصفحات، ولكن بعد قررت انه ايه المشكلة اني اقرأ سندريلا سيكريت جنبها وابقى رواية وكتاب. ولكن بصراحة سندريلا سيكريت خطفت قلبي وهي المستمرة عليها لغاية دلوقتي، وتقريبا خلصت نصها. ورواية عدوي اللدود وقفتها شوية، ولكن أكيد هرجع لها تاني إن شاء الله بعد ما أخلص سندريلا سيكريت، أو يمكن أكملها معاها. بس أنا الفترة دي في حياتي شويتين زحمة، فلما الأمور تهدى إن شاء الله. وبالنسبة لقراءتي في كتاب سندريلا سيكريت، الموضوع لذيذ جدا وشيق، وإن شاء الله بإذن الله هعمل لكم فيديو لوحده بكلمكم فيه عن الكتاب. رقم 9، الحمد لله قدرت أواظب على المقرأة وأكون مستمرة فيها. صحيح هي يومين في الأسبوع، كل اللي قادرة أستمر عليه هو إني أروح يوم واحد بس، واليوم التاني تقريبا من ساعة ما بدأت المقرأة ما قدرتش أروحه غير مرة واحدة بس، ومش قادرة أواظب فيه. كل مرة بيبقى في ظرف، في حاجة، في أمر ما بقدرش أروح، ولكن إن شاء الله هقدر أعمل كده في الأيام اللي جاية. حاجة اللي بعد كده اللي هو إني قدرت أنزل وأواظب على الدرس. أنا اتفقت على الدرس ده تقريبا من نص 11، جالي دور برد ما قدرتش أنزل، رحت حصة واحدة بس في آخر 12، ودلوقتي احنا في 1، فالحمد لله قدرت إني أكون مستمرة. فالموضوع حلو وتحت السيطرة لغاية دلوقتي. والمعرفش يعني ايه درس، أنا بدي دروس، كنت بدي كذا سنة قبل ووقفت، ودلوقتي رجعت بدي تاني، والله المستعان. فبالنسبة للدرس بالذات يعني أتمنى الاستمرارية والثبات، لأنه أنا حابة كده. وكذلك المقرأة حابة إن الوضع يكون ألذ وأفضل، ولو لقيت أماكن تانية أكيد إن شاء الله بإذن الله هشترك. آخر حاجة، كتبت رسالة لنفسي خاصة بالسنة الجديدة، ودي حاجة من الحاجات الأحب والأقرب لقلبي. أنا ببقى مبسوطة جدا 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 وأنا بكتب رسالة لنفسي. كتبت رسالة 2025 وقرأت رسالة 2024. هسيب لكم لينك القراءة في صندوق الوصف، وكذلك الفيديو اللي أنا سجلت عليه كتابة 2025، وكذلك كنت كتبت رسالة في بداية السنة برضو ليها فيديو. هسيب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف، وشيكوا على اللي يناسبكم منها. وخليني أقول لكم إنه بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير وإلى اللقاء. خلصت تصوير الفيديو، ولأني فعلا مشغولة الشهر ده فقررت إني أفطر بسرعة، علشان خاطر المفروض إن أنا نازلة بالبنوتة أو البيبي الجديدة مرة تانية، لأن أنا أخدها أروح أعمل لها التطعيم بتاع الأسبوع الأول.